بسم الله. تعالوا نقول لكم احنا هنعمل النهارده وصفه سهله وجميله وسريعه. طبعا بقت غاليه جدا جدا في الافران، فاحنا نعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه. وتابع معايا الفيديو تعرفي احنا عملنا الدوناتس الجميل التحفه ده ازاي، وهقول لكم طريقه جديده للتزيين سهله وبسيطه جدا، وهتتعلمي ازاي تزيني الدوناتس من غير ما تاخدي وقت ولا تاخدي مجهود. نصلي على الرسول ونبدأ نقول. معانا المقادير طبعا، معانا بيض وزبدة وسكر ودقيق، ومعانا رشة ملح، ومعانا بيكنج باودر. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة معانا كيلو دقيق، ومعانا معلقتين سكر على الدقيق، ومعانا طبعا الخميرة. طبعا لو خميرة فورية نحط 2 باكت، لو خميرة كبيرة نحط معلقة كبيرة، ومعاها معلقتين سكر كده، وهندوب الكلام ده كله مع بعضه بحبة مية سخنة. ولو حابة تضيفي حليب يعني نعمله بالحليب بدل المية، مفيش أي مشاكل. زي ما انتم شايفين معانا بيكنج باودر، هناخد معلقة كده مع الدقيق مع المواد الجافة كلها، هنقلبها كده مع بعضين. طبعا ممكن ما عندكيش عجان ممكن تستعملي ايدك عادي جدا. هتعجني طبعا نقلب المواد الجافة الأول مع بعضين عشان كله اللي هي البيكنج باودر ورشة الملح ومعلقتين السكر ومعانا الدقيق. ولو عندك لبن باودر هنضيف معلقتين كبار، ما عندكيش زي ما انا عملت كده مفيش اي مشاكل. طبعا معانا بيضتين عليهم 2 باكت فانيليا. وهنحط بقى نبدأ نحط الخل. طبعا الخل ده انتوا عارفين من مول محسن الخبز، بديل محسن الخبز. ننزل بقى بالخميرة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نعجن لحد الكلام ده كله مع بعضيه. لو على ايدك عادي بنكون نحط برضو كده بالظبط زي ما انا ماشية، ونعجن بايدينا بالعجان زي ما انتوا شايفين. هنعجن بقى، نبدأ بقى ننزل الدقيق كله كده في النص زي ما انتوا شايفين علشان يعجن كله مع بعض. طبعا ليه نبدأ بنزل المية واحدة واحدة. طبعا الزبدة زي ما انتوا شايفين بدرجة حرارة المطبخ، مش سايحة، ما بسيحهاش على النار، لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. وهبدأ بقى اسيبهم في العجان لحد ما ناخد عجينة ناعمة كده وجميلة وبتلزق تلزيقة بسيطة. انا هوريكم دلوقتي هنقف لحد فين. زي ما انتوا شايفين الله اكبر على العجينة بتاعتنا جميلة، شايفين تلزيقة بسيطة خالص. هنبدأ نعجن حوالي 10 دقايق 10 دقايق. شايفين المطة دي؟ انا بقى عايزة المطة دي في العجينة بتاعتنا. نبدأ بقى نسيبها تخمر حوالي ربع ساعة ونشكل، ونسيبها تخمر تاني ربع ساعة بعد التشكيل. وهنبدأ نقلي في الزيت. طبعا انا عملته معاكم قبل كده على القناة، بس كل مرة بنغير فيه في حاجات معينة. طبعا احنا خلاص قطعنا تشكيل زي ما انتوا عارفين، شكلنا قبل كده. بنجيب دقيق ونرش نعمل بالنشابة زي ما أو بالفرادة، وبنبدأ نقطع بقطعة الدوناتس أو بكوباية أو بغطا برطمان المتوفر عندك كله. قبل ما نجيب ورق زبدة نقطعه، نحط كل واحدة على ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين. بختبر الزيت بتاعي بواحدة دونات صغيرة، وبنزل بالدوناتس بتاعي في الزيت ومعاه بالورقة بتاعته. أول ما هيسخن بتلاقي الورقة بتاعته فكت، ورقة الزبدة فكت منه على طول. زي ما انتوا شايفين كده بالراحة، طبعا عشان الزيت سخن لازم يكون الزيت سخن عشان يتقلي بسرعة وينفش معانا، وهيبقى شكله تحفة زي ما انتوا شايفين. خلاص احنا هنقلي الكمية كلها وهنسيبها تبرد. طبعا الشوكولاتة اهي في كيس حلواني، مش هنوسخ اطباق ولا هنقلب الدنيا. وهنزين الدوناتس بتاعنا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا عملت معاكم فيديو الشوكولاتة، تسيح الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير ما نوسخ حتى معلقة. بنسيح الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا خالص. طبعا نبدأ بقى عندنا بقى الفرماسيل والسبرينكل، وممكن تعمليه سادة كده من غير أي حاجة، وهتحشي من جوه لو عندك باستري. طبعا احنا بنعمل حاجة بسيطة جدا جدا، مش في ناس ما عندهاش الباستري موجود. مش لازم هنحشي شوكولاتة فقط من جوه شوكولاتة، أو ممكن ما نحشيش خالص، بيبقى بنكتفي بالشوكولاتة اللي فوق دي. وبالنسبة للي هو المدور ده بنحشي شوكولاتة من جوه. ما فيش شوكولاتة ممكن بحبة سكر بودرة هو يطلع زي الفل واحلى من بره 100 مرة. طبعا الحاجة بقت غالية جدا جدا بره، عشان تجيب لأسرتك يبقى الحاجة غالية. فاحنا بنعمل حاجة في البيت بطريقة اقتصادية جدا ومش معقدة. وان شاء الله لما تجربي الوصفة دي هتعجبك جدا جدا، مع كوباية قهوة الصبح مع كوباية شاي.
واولادك رايحين المدرسه كل واحد هياخد واحده، هتشبعه وهيقول لك يا ماما طعمها تحفه جدا وجميل. اعملي لي منها كل يوم، لو كل ساعه الاولاد هيحبوه وهيطلبوه. زي ما انتم شايفين طالع هش وطري وجميل والطعم تحفه وحكايه. وجربي وقولي رايك ايه في الدوناتس الخفيف ده، واشوفكم في حفظ الله ورعايته.